السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هقدم لكم دلوقتي الفصل 23 من رواية جبل. بس زي ما احنا متعودين في بداية كل فيديو جديد، قبل ما نبدأ في الفصل الجديد بتاعنا بعرض لكم الكومنتات بتاعتكم اللي بتجاوبوا فيها على السؤال بتاع نهاية الفصل اللي فات. والسؤال كان بيقول: يا ترى رجالة زياد هيقتلوا جبل فعلا ولا لأ؟ ويا ترى زياد هيعمل حاجة في دهب ولا لأ؟ ويا ترى برضو ليه أصلا جبل وافق إن زياد ياخد دهب؟ ودلوقتي أول كومنت معانا من الكومنتات بتاعتكم من بشاير، بتقول أكيد جبل عنده خطة عشان كده سلمهم دهب، وزياد مش هيعمل حاجة في دهب، وكمان دهب هتروح لمامتها. والكومنت اللي بعده من غرام عبد المجيد، بتقول أعتقد إن الرسالة وصلت لسليم وسليم عرف المكان وجه. والكومنت اللي بعده من مي عبد الفتاح، بتقول الفصل جميل، تسلميلي يا قمر انتي اللي جميلة. وبتقول كمان أكيد جبل واثق إن سليم هيجي ينقذه وعشان كده حد يموت زياد. ودلوقتي الكومنت الأخير من كومنتات الإجابات بتاعتكو من روان رامي، بتقول أكيد جبل في دماغه خطة. بلس الفيديو كان جميل جدا وطويل، وبقيت الكومنت عبارة عن كلام لطيف جدا. تسلميلي يا قمر انتي، وبجد أنا لو عليا أفرحكوا وأخلي الفيديوهات كلها طويلة. ودلوقتي بقى نختم بالكومنتات القمر دي من القمرات دول، غرام وبشاير. ما تحرمش منكم ابدا يا حلوين ولا من كومنتاتكم الجميله دي. ودلوقتي بقى نقدر نبدا في الفصل الجديد بتاعنا، بس يا ريت قبل ما ابدا ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا اشعارات بكل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقيه الروايه ان شاء الله. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا. وقفنا في الفصل اللي فات لما زياد خد دهب وأمر الرجالة بتوعه إنهم بعد ما يمضوا جبل على ورقتين، ورقة بالتنازل عن أملاكه وورقة بالتنازل عن الصفقة، يقتلوه. دلوقتي جبل بقى في موقف صعب جدا، محكوم عليه بالموت وسط 7 بوديجاردات، وكمان مفيش معاه سلاح. هيعمل إيه ويتصرف إزاي؟ زياد فضل يشد في دهب على العربية، بس دهب كانت بتقاومه، لكن هو زقها جامد ودخلها العربية بالعافية. دهب كانت بتعيط وتصرخ على آخرها وبتحاول تنقذ نفسها من زياد، لكن زياد كان عامل زي المجنون وعاوز يعتدي عليها. نرجع بقى لوسط الغابة. جبل عرض على الرجالة عرض مبلغ كبير من الفلوس عشان يسيبوه وينقذوا مراته. ولما كان قال لزياد ياخد دهب، كان عاوز يبعد زياد عن رجالته عشان جبل يقدر يعرض عليهم العرض ده. جبل عرض على الرجالة شيك ب1,000,000 جنيه وإنهم يجوا يشتغلوا معاه. الرجالة اتصدموا من العرض ده، هو عرض مغري بس مش كلهم وافقوا، في كان موافق وفي رافض. جبل قال لمتولي الراجل بتاع زياد: انتوا لو هتفضلوا تشتغلوا العمر كله يا متولي مش هتاخدوا المبلغ ده. متولي بص لجبل وقال له: هو انت فعلا عندك حق، المبلغ مغري. وبدأ يفكر في العرض بتاع جبل، بس تفكيره اتشتت وقال: ومين هيحمينا من زياد بيه؟ بس قبل ما جبل يجاوبه، للأسف صريخ دهب كان مسيطر على المكان. جبل قطب جبينه من الغضب وبقى فيه بركان انتقام جواه. طبعا عارف زياد القذر هيعمل معاها ايه. قلت ايه يا متولي؟ مفيش وقت، والعرض ده عمره ما هيتعرض عليك تاني. متولي بعد تفكير: موافق، امضوا الشيك وهاته ويكون تاريخه بكره، وحمايتنا من زياد بيه هتبقى عليك انت، بس انا هنسحب انا ورجالتي وانت اتصرف بقى مع زياد بيه. موافق. وفعلا جبل طلع دفتر شيكاته ومضالهم على الشيك. متولي أخده وأخد رجالته وانسحب. جبل كان عامل زي الإعصار ناحية عربية زياد، وزياد كان عامل زي الذئب المسعور على دهب، ودهب بترفس على آخرها عشان ما يلمسهاش. دهب كان فاضل شوية وتستسلم من ضعف جسمها قدام زياد، بس جبل وصل على آخر لحظة. جبل شد زياد من على دهب ونزل ضرب فيه على الآخر بغضب شديد. بدأ زياد يفقد الوعي، وزياد ضربه ضربة قوية وقعته في الأرض. جبل بعصبية وهو بيشد دهب لحضنه: عمل فيك ايه؟ دهب كانت بتعيط ومش عارفة تتكلم من الخوف. جبل حط ايده على شعرها عشان يحاول يطمنها: ما تخافيش. وخلع الجاكيت بتاعه واداه لدهب عشان تلبسه لأن لبسها كان متقطع. دهب بعياطه بتحاول تلف ايديها الاتنين على دراع جبل: أنا خايفة. ما تخافيش. لكن قبل ما يخلص الجملة دي كان زياد فاق ورفع عليه السلاح. زياد بضحكة عالية قوي: اوعى تكون فاكر انك هتقدر تموتني بالسهولة دي، انا زي القطط ب7 ارواح.
في الوقت ده بقى قبل ما جبل يرد ولا يتكلم كان في صوت جنبهم، حد بينادي على جبل. لما جبل بص لقى سليم وسيف، لأن جبل كان سايب رسالة لسليم على التليفون، وأول ما الشبكة جت كانت الرسالة وصلت لسليم. وأول ما سليم استلم الرسالة أخد سيف وطلع جري ومعاهم سلاح ورجالة على المكان. يعني دلوقتي زياد بقى لوحده، وجبل معاه رجالة وأخوه وصاحبه ومراته كمان. سليم عرف مكان جبل وراح هو والرجالة. أول ما وصل على جبل قال له: جبل طمني عليك، انت كويس؟ وسيف كمان نفس الموضوع. جبل وهو بيبص لزياد: دلوقتي أنا بقيت كويس ولسه هبقى كمان. زياد بدأ يتوتر ويترعش لأنه بقى لوحده في وسط كل دول. سيف بعصبية: هو ده ما كفوش اللي عملوا فينا والحادثة اللي حصلت لنا؟ وقام ضرب زياد. لكن جبل مسكه وقال: سليم خد سيف وخد دهب والرجالة واطلعوا استنوني على الطريق بره. نستناك بره فين؟ احنا لازم نخلص عليه. اسمع الكلام يا سليم، انا واقع راجل لراجل، مش هستخبى في شوية رجالة وفيكم، انا مش هعمل زيه. هنا زياد اتكلم وقال له: مراتك معاك، خدها وامشي. جبل بضحكة استهزاء: ايوه مراتي في حضني، بس كرامتي لسه ما تردتش. كل ده ودهب ماسكه في جبل ودفنه راسها في صدره من الخوف، وبتترعش وضربات قلبها واصله لودن جبل. جبل حاول يطمنها وقال لها: ما تخافيش انا جنبك، ما تخافيش. وبص لسليم وقال له: يلا زي ما قلت لك، خد سيف ودهب والرجاله واسبقوني على بره، عشان في حساب قديم كده بيني وبين زياد لازم اصفيه. سليم نفذ كلام جبل وخد دهب وسيف والرجاله وطلعوا على اول الطريق، وفضل جبل وزياد لوحدهم في المكان. جبل حدف المسدس اللي كان في ايده بعيد جدا وبص لزياد وقال له: عشان نبقى راجل لراجل، اعتبرها لعبه يا زياد، والخسران هيتدفن هنا. زياد وهو بيقلع الجاكيت بتاعه: انت كنت طيب قوي يا جبل، وهاجي كل يوم اقرا عليك الفاتحه. وضرب جبل بالبوكس. جبل وقع على ظهره بس قام ونفض هدومه من التراب، وبص لزياد وقال له: بجد يا زياد هتقرا لي كل يوم الفاتحه؟ طب ما تيجي نقراها دلوقتي على روحك. ومسك زياد وفضل يضرب فيه ويطحن فيه ضربات متتاليه ورا بعض، بس للاسف ملحقش يموته لان البوليس سيطر على المكان، لان النهار كان طلع خلاص، وخلصوا زياد من ايد جبل، بس خدوا جبل وزياد الاتنين معاهم لاسم الشرطه. سليم قرب على جبل وقال له: ما تقلقش، انا هجيب المحامي واجي وراك على طول. لا يا سليم ما تجيش ورايا، تاخد سيف ودهب تروحهم الفيلا الاول وبعدين تجيلي. مش هسيبك يا جبل، سيف يروح هو ودهب. اسمع الكلام يا سليم ونفذ اللي قلتلك عليه، وخدهم روحهم الفيلا وبعدين تعالى لي انت والمحامي. وفعلا سليم خد سيف ودهب ووداهم الفيلا، وصلهم لحد باب الفيلا ونزلوا هما الاتنين، وسليم كان متصل بالمحامي واخدوا وطلعوا على اسم الشرطه. في الفيلا بقى سيف بيقول لدهب: ايه برضو لسه معرفتيش ان كنتي اختنا ولا لا؟ ما تاكدتوش من الموضوع ده؟ دهب وقفت مكانها وقالت له بصدمه: اختكم اللي هو ازاي؟ سيف بعفويه: هو انت يا بنتي ما تعرفيش ان انت احتمال تبقي اختي انا وجبل، ولو ما كنتيش اخته تبقى مراته. دهب وقفت مكانها بصدمه وقالت له: امي كانت دايما تقول لي ان ليك اخوات صبيان من ابوكي، يعني انتوا اخواتي؟ جبل بصوت عالي وهو داخل الفيلا: دهب، دهب. وبيلف في الفيلا كلها بس مفيش رد، دهب مش موجودة. مامته هي اللي ردت عليه وقالت له: طب اسأل على مامتك الأول، وانت داخل من بره بتسأل على مراتك، قصدي على أختك. جبل بعصبية: يا أمي أنا متأكد 1,000,000% إنها مش أختي، دي مراتي، وبعد إذنك هي فين دهب يا أمي؟ هو انت ما تعرفش اللي حصل؟ هو ايه اللي حصل؟ ودهب فين؟ هي تقريبا عرفت المستخبي وطفشت. طفشت؟ راحت فين يا أمي؟ ومستخبي ايه؟ أنا مش فاهم حاجة. ولا نعرف حاجة، كل اللي حصل إن في تليفون من البلد جالك، جدك عايزك ضروري انت ودهب عشان جدك بين الحياة والموت. ودهب فين برضو؟ قلتلك معرفش يا جبل، عموما هتلاقيها راحت لجدك. جبل ما استناش يسمع بقية كلام مامته واتجه لعربيته بسرعة وطار بسرعة الإعصار على البلد، وطول الطريق كان بيكلم في نفسه وبيقول: يا ترى انت كويسة؟ يا ترى فيكي ايه يا دهب؟ أنا مش مطمن. مامة جبل هنا ما قالتلوش الحقيقة كاملة، وإنها سمعت سيف ودهب وهما بيتكلموا، بس جبل كان قلقان قوي على دهب.
سليم كان بيرن على جبل. انت فينك يا جبل؟ يلا عشان المناقصة بدأت. انا في طريق للصعيد، انا مش هحضر المناقصات. انت بتقول ايه يا جبل؟ هو ده اتفقنا؟ الشركة هتضيع. سليم انا مش عايز كلام، لو عرفتوا تاخدوا المناقصة عرفتوا، ما عرفتوش اللي يحصل يحصل. وقفل الخط، ما استناش حتى يسمع رد سليم. نروح لمكان تاني بقى في الشركة. سليم وهو واقف بيكلم سيف. اخوك المجنون ضيعنا كلنا. في ايه بس؟ ايه اللي حصل؟ اخوك في طريقه للصعيد وساب المناقصة وساب كل حاجة، الشركة هتضيع مننا يا سيف. سيف بصدمة. يبقى عارف اللي حصل، ربنا يستر. هو ايه اللي حصل يا سيف وانا معرفش؟ سيف حكاله باختصار انه وقع بلسانه وقال لدهب على موضوع جبل. سليم بصدمة. يا نهارك ابيض، وهي عملت ايه؟ مشيت، معرفش راحت فين. ده ايه المصايب اللي نازله على دماغنا من كل اتجاه دي؟ احنا نأجل الموضوع ده بعد المناقصة ونحاول بقى وربنا معانا، يا رب ناخدها للشركة، والا هنخسر خسائر جامدة قوي يا سيف. بس انا ما شفتش زياد دخل، هايدي بس هي اللي موجودة، وانا عارف دماغ هايدي كويس، فهدخل انا اتكلم معاها. ما تحاولش يا سيف، هايدي اتعمت، ومن يوم ما جبل اتجوز وهي اعلنت علينا الحرب وضمت شغلها مع زياد. هحاول محاولة أخيرة يا سليم. في مكان تاني، بعد ساعات جبل كان وصل البلد، ركن عربيته ودخل جري عند جده. جده كان نايم على السرير تعبان وحوالينه ناس كتير. أول ما جبل دخل قرب على جده وميل عليه وقال له: مالك يا جدي؟ ألف سلام عليك. جده هو بيحاول يرفع راسه: جبل انت جيت؟ كنت خايفة اموت قبل ما تيجي يا ابني. بعد الشر عليك يا جدي. ايوه انا جيت، اول ما امي بلغتني جيت على طول. ودهب فين يا جبل؟ جبل بصدمة. هي مش هنا؟ وهو بيتلفت حواليه يشوفها يمكن تكون موجودة. لا يا ابني ما جاتش ومحدش جه. جبل وهو بيقوم من مكانه: امال راحت فين؟ هي ما تعرفش غير هنا، اكيد راحت عند امها، انا لازم اروح اشوفها. استنى يا ابني افهم بس. بعدين سكت شوية وقال: دهب اساسا مش بنت عمك، عمك عبد المجيد اساسا ما كانش بيخلف. عرفت يا جدي، التحاليل اللي انت اديتها لي عرضتها على دكتور وقال ان الشخص ده كان عقيم، التحاليل بتثبت كده. ايوه يا ابني، دي الحقيقة، عمك ما كانش بيخلف. امال دهب تبقى بنت مين؟ جبل سأل السؤال وصوت دقات قلبه بيتزايد، خايف من رد جده اللي هيقوله له دلوقتي عن دهب. ده موضوع واعر يا ابني، وانا كنت عايز دهب تبقى موجودة عشان تسمعه وعشان تسامحني. دهب اختي يا جدو؟ لا مش اختك ومش بنت عمك. جبل وهو بياخد نفسه: طمنتني يا جدي، انا كنت متأكد انها مش اختي. وسكت شوية وبعدين كمل: بس ازاي؟ امال هي بنت مين؟ معرفش، ومحدش عارف الحقيقة دي غير امها. قصدك إلهام؟ انا هروح لها واعرف الحكاية. وقبل ما يكمل كلامه جده قطع كلامه وقال له: إلهام مش امها. جبل بصدمة: انت بتقول يا جدي؟ ازاي ده؟ انا مش فاهم حاجة. انا هفهمك كل حاجة يا ابني، وقول لي دهب تسامحني لو ما لحقتش اطلب انا منها السماح. تسامحك على ايه؟ على كتير يا ابني، الحكاية وما فيها. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. أتمنى يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا. عاوزاكوا بقى تكتبولي في الكومنتات تفتكروا جد جبل هيقوله ايه، ويا ترى دهب طالما ما جاتش لجدها امال راحت فين. وكمان عايزه اقول لكم اني هسيب لكم في الكومنت المثبت لينك الجروب بتاعي الجديد على الفيسبوك، هنزل عليه الروايات بتاعتي مكتوبه، لان اكتشفت ان في ناس كتير ما تعرفش واتباد. وكمان في نفس الكومنت المثبت هسيب لكم لينكات الروايات على واتباد لانها اوريدي نازله هناك. اما على جروب الفيسبوك هستنى اما العدد يزيد كمان شويه وبعد كده ابتدي انزل الروايات، فما تنسوش بقى تروحوا تنضموا هناك للجروب علشان ابدا فعلا انزل الروايات. ويا ريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا اشعارات بكل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقيه الروايه ان شاء الله. وما تنسوش كمان تسيبولي ارائكم اللطيفه في الكومنتات. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.